اتكلمنا قبل كده عن عربيات ياباني واللي منها دايهاتسو، لكن النهارده هكلمك عن ميكس مختلف ما بين شركه يابانيه اللي هي سوزوكي وشركه تانية هنديه وكانت ماروتي، عشان يجتمعوا على انتاج عربيه ليها شعبيه كبيره في اسواق كتير منها السوق المصري، وهي سوزوكي ماروتي. والشراكه ما بين الشركتين كانت بنسبه 54% لشركه سوزوكي، عشان كده بيغلب التصنيع الياباني في العربيه، واللي كان اول انتاج ليها سنه 1983، وجاب بتصميم عربيه صغيره هاتشباك مع موتور 800 سي سي بتستهدف بشكل كبير الفئه الاقتصاديه. سوزوكي ماروتي واللي توقف انتاجها سنه 2014، ودي تعتبر فتره كبيره في انتاج سياره معينه، لكن كان نتيجه للطلب والاعتماد عليها بشكل كبير خاصه في الهند اللي انتشرت فيها جدا، والانتشار ده كان نتيجه لتركيز الشركه على السوق المحلي، لكن بعد كده انتشرت خارجيا للاسواق العالميه. ومع الانتشار ده اعتمدت سوزوكي على تصميم سوزوكي فيرم، واللي ظهر سنه 1979 مع نفس الموتور واللي هو 800 سي سي. الماروتي جاز زي ما قلت لك بقوه 800 سي سي، 3 سلندر جره امامي كربراتير مع فتيس 4 سرعات، وكماليات الماروتي وانظمه الامان كانت معدومه، فما كانش موجود بس غير حزام الامان. اما بالنسبه للكماليات فالعربيه نزلت بتكييف في موديل من موديلاتها، لكن ما استمرش واتلغى التكييف في الموديلات الثانيه، بعدين نزل تاني واتلغى تماما، وده بيرجع لعزمها الضعيف. واستمرت الماروتي بنفس الموتور ونفس الشكل لحد سنه 97. بعد كده تم التعديل في الشكل الخارجي والصالون، وتعديل تاني في الموتور عشان يتطور اداؤه ويبقى بقوه 45 هورس باور. اما بالنسبه للمواصفات فالعربيه كانت بتيجي بطول 3 متر 34 سم، وعرض متر 44 سم، وارتفاع متر 40 سم، وارتفاع عن الارض 17 سم، وسرعه قصوى 140 كيلو في الساعه، بمعدل استهلاك من 4 ل 5 لتر تقريبا لكل 100 كيلو، وده معدل كويس جدا، مع تانك بنزين بسعه 28 لتر، وحجم الشنطه 150 لتر، ووزن العربيه كان 550 كيلو. سوزوكي ماروتي انتشرت جدا في الهند واسواق كتير خاصة مصر، ومع استمرار انتاجها كانت بتنتشر من بلد للتانية، وده بسبب مميزات جت مع العربية، اولها الاقتصادية. فالعربية اقتصادية جدا في استهلاك البنزين بمعدل من 4 ل 5 لتر، وده معدل ممتاز جدا. تاني ميزة قطع غيارها، قطع غيارها رخيصة ومتوفرة، ده غير انها بتقبل قطع غيار بديلة. تالت ميزة ارتفاع عن الأرض، فبرغم حجمها الصغير إلا أن ارتفاعها مناسب بالمقارنة بعربيات تانية من نفس الفئة. رابع ميزة صيانتها، واللي تعتبر سهلة على أي صناعي إنه يشتغل فيها. أما آخر ميزة إعادة بيعها، وده بسبب انتشار العربية في مصر مع الشعبية اللي موجودة ليها. ركز بقى معايا عشان هعرفك العبث والتهريج اللي موجود في سوق السيارات من زمان وممتد لحد النهارده. سوزوكي ماروتي برغم شعبيتها في مصر وقوتها في اعاده بيعها، الا انها واحده من اسوأ العربيات اللي ممكن تشتريها على الاطلاق، وما تستاهلش سعرها تماما، وكلامي ده نتيجه لكذا عيب. اول عيب حجمها وتصميمها، حجمها صغير جدا، ولو تجاوزنا العيب ده على اساس انها عربيه استعمال شخصي فتصميمها قديم قوي ومش عصري بالمقارنه بعربيات تانية زي الاونو مثلا وغيرها. تاني عيب عزم الموتور، واللي يعتبر ضعيف جدا، وده اللي ظهر في مشكله الكماليات لما حاولوا يحطوا لها تكييف، وكان بيأثر بشكل سلبي جدا على العربيه، عشان كده شالوه. ده غير انك لو حاولت تطلع كوبري او مطلع هتلاقي صعوبه. تالت عيب المتانه، فالعربيه ضعيفه جدا، وده اللي بيظهر بشكل كبير سواء في السوق او العفشه. رابع عيب الاعتماديه، وانا هنا بقول لك بلاش تعتمد عليها في المسافات البعيده عشان ممكن تعملها معاك وتعطل بسبب ضعف الموتور واللي بيجي بقوه 800 سي سي. خامس عيب الكماليات ووسائل الامان، فالعربيه مفتقده تماما للكماليات، حتى لما حاولوا يركبوا فيها تكييف شالوه. اما وسائل الامان ما بتجيش غير بحزام امان بس. سادس عيب العزل، الماروتي في الغالب هتعمل لك صداع وانت سايق لانك هتسمع صوت الموتور والكاوتش بشكل واضح. اما اخر عيب الاتزان، فلو قررت تطلع على طريق سريع انصحك تكون مظبط العفشه. بعد العيوب اللي ذكرناها دي، انا من هنا بقول لك اوعى تقرب من سوزوكي ماروتي باي شكل، وفي عربيات تانية بنفس السعر او اقل زي فيات 131 وريجاتا وغيرهم، ودي عربيات احسن منها بكتير. فمن الاخر كده العربيه دي انتشرت بالغلط ومش قيمه خالص مقابل سعر.
ده كان فيديو سيئة سوزوكي ماروتي. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.